قرعة الدوري المصري الممتاز للجولة الثانية أو للدور الثاني، وقرعة ملحمية للنادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه الوقت وجه اليوم وجات الساعة اللي احنا بنشوف فيها ان احنا نقول ان دي قرعة نارية ودي لا. دي فرق احنا ممكن نقلق منها ودي لا. دي فرق ممكن نخلي بالنا منها ودي لا. وخلينا قبل ما نخش في موضوع القرعة وقبل ما نخش في موضوع الكلام دوت، من بعد خسارة الزمالك يا جماعة وانا حاسس ان ايه، ان مفيش كده. الزملكاويه الاول كانوا عندي، حتى عندي في الصفحه وبتاع، كنت الاقي الناس ايه داخله عندي لايكات وشير وبتاع وكانوا مزغللين الدنيا عندي في الفيديوهات بتاعتي. دلوقتي من ساعه ما الزمالك خسر وانا مش سامع صوت حد. لعله خير يا جماعه. ايه اللي حصل عندكم؟ مش سامعين حسكم. دي حاجه التانيه. جالي يوم اللي احنا كفرقه نخاف من فريق ونخاف من مواجهات ونقول ان دي مواجهات ناريه ومواجهات صعبه ومواجهات ورا بعض ملحميه، ودي مواجهات طبيعيه وسهله وبتاع. انا بالنسبه لي اول 7 فرق في البطوله بالنسبه لي انا النادي الاهلي طبعا لا يعلى عليه، بس اول 7 فرق في البطوله اللي هم يعتبروا بينافسوا على اللقب، دول اول 7 فرق. يعني مفيش اي فرقه منهم اقول لك ان مثلا سهله ان الاهلي ممكن يقدر يتعامل معاها. لا، حتى لو انت كسبتها في الدور الاول كانت قادره ان هي ممكن تعمل معاك قلق، وكانت قادره انها تزعلك. في حته ان انت تحط في بالك وتحط في خيالك ان الفرقه دي ممكن ان انت تقدر تعمل معاها حاجه، يبقى انت عندك مشكله. دي الحاجه التانيه. خلينا بقى نخشوا في مباريات الاهلي ومواجهات الاهلي الملحميه واللي ربنا يستر فيها، ونشوفوا لعيبه رجاله، نشوفوا مدير فني بقى يصحى بقى من الغيبوبه اللي هو فيها. عشان هو انا حاسس ان هو مفيش منه امل اساسا. عموما يعني انا حاسس ان مفيش منه امل المدير الفني ده. دي الحاجه التانيه. الاداره اللي لازم تاخد خطوه. من قبل ما اطلع كده الفيديو واعمل الفيديو دوت، سمعت خبر كده بيقول لك ان هيمشوا محمد يوسف وهيجيبوا كريم ناصر، ولا زكريا ناصر، عفوا، كابتن زكريا ناصر. يعني هيمشي واحد عنده 55 سنه ويجيب واحد عنده 66 سنه. يعني كميه العبث. هو ده بقى التطوير اللي احنا بنعمله. انا مش عارف احنا نوصل لايه، ولا مش عارف احنا هنتعامل مع ازاي، ولا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه. احنا محتاجين يعني وعدله من العدل كده، بس حد يعدل الميله. بس ده مش هيحصل. بس خلينا نشوف اللي جاي. المواجهة الأولى في الأهلي هي نادي سيراميكا كليوباترا يوم 3 إبريل. المواجهة الثانية هي نادي سموحة يوم 7 إبريل في الجولة الثانية. الجولة الثالثة الأهلي باي مش هيلعب الجولة الثالثة. الجولة الرابعة قدام بيراميدز يوم 27 إبريل وربنا يستر. المواجهة أو الجولة الخامسة أمام الزمالك 1 مايو. المواجهة الستة في الجولة الستة إنبي 5 مايو. المواجهة السابعة والأخيرة قدام المصري يوم 20 مايو، أو الجولة الستة والأخيرة يوم 20 مايو. دي مواجهات الأهلي في الجولة الثانية واللي ربنا يستر عليها. وأتمنى إن يوم 20 مايو ده يكون معجزة من عند ربنا ويكون الأهلي بطل للدوري. هتقول لي يا عم في إيه ومش عارف إيه، الفرق اللي قدام منك. اكسب كل مبارياتك تضمن وصولك او تضمن فوزك بالدوري. غير كده ما تسألنيش. ده بالنسبة لي وجهة نظري. تعال بقى نتكلموا ونشوفوا مواجهات الزمالك من بدايتها. مواجهات الزمالك من بدايتها، الجولة الأولى والأسبوع الأول لنادي الزمالك في مواجهة المصري. الأسبوع الثاني الزمالك باي، يعني ما فيش ليه لعب. المواجهة الثالثة والأسبوع الثالث أو المواجهة الثانية للزمالك هو
قدام بيراميدز المواجهه الرابعه، قدام انبي المواجهه الخامسه قدام الاهلي، وطبعا احنا والقمه والقمه لله يعني. المواجهه السادسه الزمالك قدام سموحه، المواجهه السابعه والاخيره واللي ان شاء الله في اخر الجوله دي قدام سيراميكا، ان الزمالك يكون باي عن البطوله والاهلي يكون بطلا للدوري المصري. اتمنى التوفيق للجميع، لكن اتمنى التوفيق واتمنى فوز فرقتي باذن الله تعالى، واتمنى ان فرقتي تصحصح، واتمنى ان لعيبتي قاده المجتمع وساده المجتمع وسياده المجتمعات تفوق وتصحى من الغيبوبه ونقفل على الفرقه، عشان احنا داخلين على مباراه ملحميه مع الترجي. هتقول لي ده الترجي على قده، ما احنا كمان على قدنا، احنا كمان على قدنا. ما حدش يكلمني على اي حاجه غير لما نشوف شكل وطريقه لعب الفريق قدامنا، ونشوف طريقه لعبنا احنا، بلاش لعبه الفريق قدامنا، نشوف طريقه لعبك انت، هل انت هتقدر ولا لا. اتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله الاهلي بطلا للدوري وافريقيا باذن الله. سلام.